أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي عايزة أقول لكم هعمل لكم شوية قرص النهاردة بجد حلو أوي، قرص فلاحي هخليكي أستاذة فيها. في ناس كتيرة بتغلط فيها، هقولك على حاجات بسيطة جدا بتخليها معاكي زي الملبن كده. بس ما تنسيش اشتركي في القناة وكمان اعملي لايك للفيديو، ما تنسيش دعوة حلوة من قلبك لأني بجد بحب أي حد يدعيلي. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه كده زي ما انتم شايفين اللي موجود قدامكم ده الخض بتاع اللبن، ماشي، لان انا بعمل جبنه وقشطه والحاجات دي فبيبقى عندي الخض فببتدي اللي انا اعمل بيه. لكن انت لو انت عايزه تعملي القرص بتاعتك عشان تطلع بالجمال والحلاوه دي اعملي لبن رايب، لبن حليب لا، اللبن الرايب ثم اللبن الرايب ثم اللبن الرايب ثم اللبن الرايب ثم اللبن الرايب، هتطلع معاكي ريحه وجمال وبص وحلاوه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، حطيت عليها 5 جنيه من اللي هي الخميرة دي يا جماعة، الخميرة اللي هي البيرة، مش الخميرة اللي هي الفورية، لان انا ما بحبش الخميرة الفورية. الخميرة البيرة بتبقى صحية لك ولعيالك وما شاء الله بتبقى جميلة. حطيت الكمية بتاعتي، حطيت شوية ملح وشوية سكر، اي عجين في الدنيا شوية ملح شوية سكر، وحطيت ب5 جنيه اللهم صل على النبي خميرة بيرة اللي هي الخميرة العادية. انت لو انت عايزة تحطي اللي هي الخميرة الفورية حطي كيس واحد مفيش مشكلة طالما انت بتحبها يعني. انا لقيت الطبق بتاعي صغير قلت لا انا هحطه في طبق تاني علشان اعرف اللي انا ايه اعمل براحتي. هبتدي بقى اللي انا اعجن في العجينة كده زي ما انت شايفة، افضل احط واحدة واحدة. ماشي، انا عايزه العجينه، انا هوريك العجينه بتاعتي. انا عايزه اقول لكم والله ما غسلت ايدي عشان اقول لك ازاي اي عجين في الدنيا تطلعيه تبقي ما شاء الله بيرفكت فيه. انت بتفضلي تعجني العجينه. انا بصي لو انت شايفه العجينه معاكي كانت بتشبط في الاول او كانت بتلزق قوي قوي، بتنيتك تفضلي تحطي بتنيتك تحطي كده شويه من الدقيق لحد ما تكور معاكي العجين. طول ما هي مشبطه ما تنفعش ابدا ان انت ايه تعمليه. ماشي تمام. خلاص كل ده وانا ما غسلتش ايدي ومش عايزه اغسل ايدي من اول الكاميرا عشان اعرفك ان العجين بيتعمل ازاي. كل ما تكوري بقى العجينه معاكي ولبست معاكي تبتدي بقى نزليها ايه بشويه الزيت. طب هتحط زيت قد ايه؟ حطي يا ستي على ما حسب ما العجينه تاخد معاك، بس اوعي تحطي سمنه، السمنه بتنشف معاكي القرص. تمام. عايزه تحط زيت، الزيت يا جماعه بيطر الحاجه وبتبقى جميله، بيخلي القرصه معاكي طريه كده ملبن ما شاء الله اللهم بارك. انا هخليكي بقى تاكلي شويه قرص تحلفي بهم. بصي شوفوا ما شاء الله، اول ما ايدك تسلت من العجينه ما غسلتهاش، شوفي ايدي بقت عامله ازاي، ما غسلتهاش، بس انا حبيت بس اللي انا اوريها لكم علشان لما تيجي تعجني الحاجه اول ما ايدك تسلت كده من العجين يبقى ما شاء الله العجين معاكي بقى جميل وحلو. لان ساعات دقيق بيختلف عن دقيق، يعني الدقيق الفلاحي بتاعنا بيختلف عن الدقيق اللي انت بتجيبيه من بره، الدقيق الاسترالي بيبقى ليه عرق، فاهماني؟ فانت برضو يبقى عينك على الحاجة اللي انت بتعمليها. العين لما بتشوفي الحاجة بتعرفي تطلعي منها احسن مما يمكن. ماشي، لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا بالله عليك يا شيخ، بالله عليك لا تدعي لي دعوة حلوة في الكومنتات وتقولي لي الله يبارك لك. على فكرة لما طلبت منكم ساعة ما فتحت القناة قلت لكم ادعوا لي يا جماعة ان
ادعوا لي في الكومنتات دعوة حلوة يعني لما تستفادي مني بأي فيديو قول الله يبارك. مفيش الا واحدة بس اسمها فاطمة، الله يبارك لها بقى، اسمها فاطمة محمد، كتبت لي في الكومنتات وقالت لي الله يبارك. روحي يا شيخة انت كمان، الله يبارك لك ويرزقك الخير كله. بصوا بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، انا عملت العجينة. انا عايزة اقول لكم كان عندي شوية مواعين، غسلت شوية المواعين ونضفتهم كده وعملت الدنيا، وبعد كده جيت عليهم بقى. بقيت بصي اهم حاجه افردي في العجين، ما تخافيش، ما تخليش العجينه معاكي تخينه. انا بصي وانا بعمل كده لقيت الصينيه بتاعتي مش وانا بفرد العجينه لقيت العجينه بتاعتي مش هتكفي، قلت لا انا هشيل منها علشان تاخد كل حاجه براه. عجينه خلي العجينه معاكي تبقى ما شاء الله اللهم بارك، تبقى رقيقه، ما تخليهاش تخينه، لان هي كده كده هترجع تخمر منك تاني، وهترجع تحطها في الفرن تخمر تاني. فانا مش عايزه اكل بتاوي، انا عايزه اكل شويه قرص كده اللي ياكلوا من ايدك يقولك ده سكر. كلمة سكر دي شوية عليه. طيب بالنسبة للفرن يا جماعة، لما تيجي تدخلي الفرن اهم حاجة شغلي الفرن. بص بقى اهم حاجة لما تيجي تشغلها في قلب الفرن لازم تسخني الفرن بتاعك الاول، اوعي تحطها كده وخلاص، لا سخني الفرن بتاعك ودرجة الحرارة تبقى متوسطة، وشغلي بقى من فوق ومن تحت، هتطلع معاكي كهرة. انا بص شوفي لها قلب وحلوة ومش تخينة زيادة عن اللزوم. والقرص دي عايزة اقولك لما اي حد بياكلها من ايدي حرفيا حرفيا، لان انا بحب اللي انا يعني اراضي اللي حواليا الناس اللي انا بحبهم منها، عايزه اقول لك بجد بص بيموتوا فيها لدرجه ان هم بيقولوا لي خدي اعملي لنا من كتر الجمال بتاعها. جربها شوف الارضيه عامله ازاي والوش، السمنه اللي بتخليها تنشف معاك. سامعه يا اللي انا قايله لك على الفيديو لما انت بتقولي لي القرص بتنشف معايا ليه؟ اهو انا عملت لك الفيديو اهوت واستفيدي منه. ولو عجبك الفيديو بتاعي متنسيش بقى تعملي لايك، تعملي لي اشتراك ودعوه حلوه من قلبي. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك طعمها حلو قوي 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 يا جماعه. هي تفضل معاكي ساعتين اتنين تلاته، وبعد كده تقومي جايبه علبه، او عايزه تجيبي كيس عيش من اللي هي الكيس بتاعه العيش عادي ما فيش اي مشكله. النبي عرب واحنا كلنا يعني ايه الواحد بيحب البساطه في كل حاجه. بتجيبي كيس من بتاعه العيش وتربطيه وتحطيه بقى في قلب